السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مجددا على قناتكم قناة هبة للطبخ المغربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفة غنحضروا ان شاء الله بالبطاطس وكذلك باللحم المفروم. نتمنى ان شاء الله هذا الطبق ينال اعجابكم ورضاكم ويكون عندكم معتمد وتجربوه في القريب. تحضروا اما للغداء او العشاء، تحضروه مع مرافقات وكذلك مع عصير اللي كيكون بارد ومنعش. كيجي طبق اللي هو لذيذ وبنين. خليكم معي للاخر نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. كاول خطوه خديت واحد الاناء، ضفت له ما يعادل واحد الكميه ديال الكفته او اللحم المفروم، تقريبا واحد الكميه ديال 250 غرام. ثم ضفت ما يعادل واحد الكميه ديال البصل. خديت واحد البصله اللي كتكون متوسطه، شلطتها جيدا في الهشوار. ضفت كميه لهاد اللحم المفروم او الكفته، ونصف الكميه غنخليه ان شاء الله باش نضيفو للبطاطس. ضفت ما يعادل واحد الكميه ديال المعدنوس كيكون مفروم جيدا، ما يعادل 2 المعالق كبار مملوئين. ثم كتجي المرحله ديال اضافه التوابل. ضفت واحد الرشه خفيفه من الابزار او الفلفل الاسود، نفس الكميه ديال الكركم او الخرقوم، رشه خفيفه كذلك من سكينجبير او الزنجبيل، رشه من البابريكا او التحميره، والملح حسب الذوق. ملعقه صغيره مملوءه جيدا من الزعتر او السحتر، بيضه تكون متوسطه، كميه من الشطه او الفلفل الحار. بالنسبه لهذا المكون كيبقى اختياري. ثم ضفت قطرات من زيت الزيتون، ما يعادل ربع كوب من زيت الزيتون. بالاستعانه باليد ديالي خلطت المكونات جيدا حتى حصلت على واحد الحشوه اللي كتكون متجانسه، وخليت هاد الحشوه هذه جانبا وضعتها في الثلاجه بيد ما وجدت باقي المكونات. من جهه اخرى غادا نحضر معكم واحد الصلصه اللي كتجي لذيذه وكتجي بنينه كذلك. كنخويوها هكا من الفوق ديال الطبق. خديت واحد الاناء ضفت له ما يعادل كوب الا ربع من الحليب السائل. ثم زدت بيضه واحده تكون صغيره ولا تكون متوسطه حسب المتوفر عندكم، رشه خفيفه من الملح، ولا كان عندكم ياغورت طبيعي ضيفوا 2 المعالق كبار مملوئين. ثم ضفت ما يعادل ملعقه صغيره مملوءه جيدا من الدقيق الابيض او الفرص او فرينه. يمكن لكم تعوضوه كذلك بالدقيق ديال النشا ممكن، عوض ما نحضروا الصلصه ديال البيشاميل فوق النار. كنحضروا هذه الطريقه، هذه كتكون سهله وكذلك طريقه زويونه، ما فيهاش هكا تماره. بالاستعانه بواحد الفوي خلطت المكونات مع بعض جيدا حتى حصلت على واحد الخليط اللي هو متجانس. اما من جهه اخرى بالنسبه للبطاطس ديالنا، من بعد ما تسلقات جيدا، انا خديت 3 ديال الحبات ديال البطاطس كيكونوا شويه كبابرين، والكميه راه كتبقى حسب عدد افراد الاسره. خديت واحد المعاسه ديال البطاطس، ثم معست هاد البطاطا هذه جيدا. حاولوا تمعسوها وهي سخونه باش ما كتعذبكمش فيما بعد. ثم ضفت ديك الكميه المتبقيه عندي من البصل اللي كيكون مفروم جيدا. يمكن لكم تحكوها في الحكاكه اللي بغيتو. ثم زدت واحد الكميه لا باس بها من الجبن الاحمر مبشور او محكوك. الملح كيبقى حسب الذوق، رشه خفيفه من الابزار او الفلفل الاسود. بالاستعانه باليد ديالي معكت هاد المكونات كلهم مع بعض، وضفت في الاخير 2 القطع ديال الجبن المثلث. يمكن لكم تعوضوه بالجبن المربع ممكن، كيعطي واحد لوغو غزال للبطاطس. ثم خليت هاد البيغي هادي جانبا من بعد ما حضرتها. من جهه اخرى خديت مقلاة اللي غادي ندخلها ان شاء الله للفرن. هاد المقلاة هادي عندي شويه كبيبره، دهنتها بشويه ديال الزبده. يمكن لكم دهنوها كذلك
بزيت نباتيه ممكن. ثم خديت ديك البيوري او خديت ديك البطاطس، شكلتها الكويرات. بالنسبه للكميه اللي عندي خرجت منها تقريبا 10 حتى ل11 كره، كتكون شويه كبيبره كيف ما كتلاحظوا معايا. وستفت هاد الكرات ديال البطاطس في المقلاة بشكل اللي هو متساوي كيف ما كتلاحظوا معايا. ثم خديت واحد الكاس اللي كيكون القعر ديالو شويه صغير كيف ما كتلاحظوا معايا، دهنت دهنته بشويه ديال زيت نباتيه. ثم بديت كنشكل حفر في الوسط ديال البطاطس بهذه الطريقه هذه. خديت الحشوه ديالي ديال اللحم المفروم اللي وجدت مسبقا، شكلت كذلك كويرات، وبديت كنعمر دوك الحفار ديال البطاطس. نتمنى هاد الطريقه هذه ديال اليوم تنال اعجابكم ورضاكم. ثم خديت ديك الصلصه ديال الحليب والبيض، من بعد ما خلطتها جيدا فرغتها من الفوق، فرغت غير نصف الكميه. وكيف ما قلت لكم لو بغيتو تحضروا صلصه البيشاميل ممكن، انا اكتفيت فقط بهذه الطريقه اللي هي سهله وبسيطه، ما كتاخذ ليناش واحد المده طويله هكا في الطهي ديالها، لانه هاد الصلصه هذه كتكمل الطياب ديالها داخل الفرن وكتعقد كذلك، وكتعطينا واحد التحميره اللي كتكون غزاله من الفوق. ثم خديت واحد الكميه ديال الفرماج الاحمر، حكيتو هكا من الفوق ديال الوجه ديال هاد الكراتان ولا هاد الطبق هذا. ثم ضفت من الفوق شويه ديال الهريسه او شويه ديال الشطه، تبقى حسب الذوق. ثم رشيت واحد شويه ديال الزعتر. بالنسبه للخطوه المواليه كندخلوا هاد الطبق هذا للفرن اللي كيكون سخون مسبقا على درجه حراره عاليه. بالنسبه لي انا طيبته غير في الفران ديال الغاز. من بعد ما دازت واحد المده ديال ثلث ساعه نوضع المقلاة الفوق، النار كتكون من الاسفل. كنخلي هاد الطبق هذا حتى كيبدا يتحمر من الاسفل ويتعلق كذلك، كنشعلوا عليه النار من الفوق باش يكمل الطياب ديالو، وكذلك ياخذ لون ذهبي مميز كيف ما كتلاحظوا معايا في الصور. بالنسبه للبنه ما نعاود لكمش البنات، طبق اللي هو هائل غزال بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا في القريب وتردوا عليا الخبر ان شاء الله فيما بعد. نتسنى التعاليق ديالكم. نتمنى هذه الفكره ديال اليوم تنال اعجابكم ورضاكم، ويكون عندكم طبق اللي هو معتمد تحضروه او توجدوه مع مرافقات اخرين، كيجي لذيذ وبنين وبلا ما نطول عليكم. كيف ما ديما عجبكم فيديو ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم، ما تنساوش تشجعوني ودعموني بلايك وتعليق ثم بارطاج. ولا كنتو من الناس اللي اول مره كتزوروا القناه فضلا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك او زر ابوني باش توصلوا دائما بالفيديوهات ديالنا. لكم مني كل الشكر والتقدير، والى الملتقى باذن الله. نهاركم مبروك.